مرحبا بكم من جديد. اليوم باش نحكيو على كلمة تتقال برشا في تونس وفي الوطن العربي، كلمة الأزلام. ففي أغلب الأحيان نقولوا الأزلام على النظام أو أتباع النظام السابق مهما كان في تونس وفي بقية الدول. لكن تعرفوش لي كلمة أزلام ما عندها حتى علاقة بالسياق اللي نحكيو فيه نحن توا فيه. كلمة أزلام ظهرت في الجاهلية. في الجاهلية وقت كانوا العرب كي عربي يحب يسافر أو يتزوج أو يكون عنده تجارة معينة ويكون حاير في أمره، فيتوجه وياخذ 3 أعواد أو 3 سهام في حقيقة الأمر. كل سهم عنده معنى معين، السهم يرمز إلى افعل، والسهم لا تفعل، والسهم أعد الكرة. فالشخص هذا العربي في الجاهلية كان يختار أحد هذه الأسهم حتى يشوف السهم شنو باش يقول له يعمل. بعد وقت اللي جاء الإسلام حرم الطريقة هذه وعوضها بصلاة الاستخارة والتوكل على الله. يعني التصرف اللي كانوا يقوموا به في الفترة هذيك كان يسمى بالأزلام.